اذا تحب صوص الثوم حق البيك فانت عارف انه واحد من ألذ الصوصات حقة الفاست فود، فخليني اوريك كيف تسوي خلطتهم في البيت عشان تاكلها متى ما بغيت وتراها تجهز في اقل من 5 دقائق. اول شيء من قرايه المكونات اللي على علبه الصوص اكتشفت ان في كم ماده ما هي متوفره الا في مصانع الاغذيه زي مضادات الاكسده ومنظمات الحموضه، بس الباقي كله متوفر وسهل وبالراحه بنسويها. واول شيء على تاوا بننزل بمويه بارده وبنضيف فوقه نشا. صوص الثوم في المطاعم يسوي على 3 طرق، يا بالبيض يا بالنشا يا بالزيت، والواضح لي انه صوص الثوم حق البيك يسوى بالنشا. الحين هذا بنطبخ على نار هاديه، وانت تطبخه بيبدا ياخذ اللون الشفاف هذا، نبغاه يصير بهذا القوام وبنطفي عنه النار. شوف كيف صار شكله بعد ما برد. نبغى الحين ننقله ونصب فوقه حليب وبنضيف بعد ثوم قطع فريش، نحط عليه رشه ملح، والمقادير تقول سكر بعد. والخلطه الاولى خلصت، الحين بنضيف الزيت وبنخلطه مره ثانيه. الحين خله ابيض، حرك، انقل الزبدية، وهذا الصوص جاهز. اكتبوا لي في التعليقات وش الوصفات اللي تبون اسويها لكم.